احذر زلة اللسان. كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان العاصي أو ما أشبه ذلك فيقول هذا اترك هذا والله ما يهتدي، والله ما يغفر الله له والعياذ بالله. شوف والعياذ بالله تحجر واسعا وتألى على الله وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى. الملك والسلطان لمن؟ لله عز وجل، ما هو لك حتى تقول والله ما يغفر الله لك لفلان. الملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع إلا أذله الله عز وجل. كان رجل عابد يمر برجل عاصي فيقول هذا الرجل العابد والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. كلمة واحدة صارت سببا لحبوط عمله، نسأل الله العافية. إذن احذر زلة اللسان. ومن ذلك أيضا من زلل اللسان إذا قال مثلا لشخص يا فلان إن جارنا لا يصلي لعلك تنصح جزاك الله خير، قال لا هذا ما يمكن يهتدي، هذا طاغي، هذا فاسق. أعوذ بالله، من قال لك ما يمكن يهتدي؟ القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه. وهذا شيء مسلم. حتى الإنسان أحيانا يجد في قلبه أشياء يعرف أنها من الشيطان وأنه إن لم يثبته الله زل. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فتقول أبن هذا ما ينقال له شيء، هذا ما هو مهتدي، حرام، هذا ما يجوز. كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد، ينقل ما سمع. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثبت ولا يدري وش معناها ولا يدري ماذا توصل إليه. هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومسافة ما بين المشرق والمغرب بعيدة جدا، نصف الكرة الأرضية، ومع ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما بلغت. وهذا يدل على وجوب التأكد مما تتكلم به، سواء نقلت إلى غيرك أو نقلت عن غيرك، تثبت، اصبر، لا تستعجل. ما الذي يوجب لك أن تستعجل بالمقال؟ اصبر حتى تثبت ويتبين لك الأمر، ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدث، وإن لم ترى مصلحة في الحديث فاسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. واسأل الله الهداية والثبات ولا تزل بلسانك فتهلك. حمان الله وإياكم من معاصيه ووفقنا لمراضيه إنه على كل شيء قدير.